أنهن أجنبيات يرقصن ويغنين. وقعت إدارة مطعم نوزومبي الرياض العرض بعد ربع ساعة فقط من انطلاقه بدعوى إن كان مخالفا للشروط في المملكة ولم يتم مرخصا لها من قبل هيئة الترفيه. ووضحت أن الإدارة في بيان نشرته على مواقع تويتر ملابسات مقطع الفيديو المتداول، مشيرا إلى أنه كان نتيجة خطأ أحد الموظفين. وقدم مطعم نوزومبي الرياض اعتذاره عما حدث. ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ تغريدته على تويتر علق فيها على الواقعة، وقال إن الهيئة لن تتغاضى عن أي تجاوز في أي فعالية كانت، وستتخذ إجراءاتها صارما حاليا على ذلك. وأضاف الشيخ آل الثاني في حال تجاوز أي شركة للأدب العامة وضوابطها للترخيص سيتم سحب ترخيصه الفعالية ومخاطبتها الجهات المسؤولية لاتخاذ الالتزام. وختم آل الشيخ قائلا أن هيئة الترفيه لا تتحمل أخطاء أو تجاوزات منظمين لم تترخص لهم من منظمين لم يلتزموا بما رخص لهم، مؤكدا أن مسؤوليتها إصدار الترخيص بعد